وفيها الديوان الطيب وجميع المشاهدين. الله يسلمك. احنا طال عمرك يعني تناولنا الحدث، لكن تصريحاتك توالت قبل شوي وكلام، ودنا نسمع منك شيخ، يعني ودنا تحطنا بالصورة طال عمرك. اولا اسعد الله مساكم ومساء كل الجميع، وان شاء الله ما كل الخير. احنا في بلد ديمقراطي وبلد حرية وبلد قانون ودولة مؤسسات، ومعروف فينا كل بشخصه وبصفته وبأعماله. والكلام اللي سمعته من الدكتور عايد وهو رجل بالحقيقة خير وفاضل تسجل له كل هذه الإطراءات الجميلة. لكن ما حدث يوم أمس أن أحد الأخوة الأخ طلال في قناة السكوب تطرق إلى موضوع أسري، يعني ما بين قناة سكوب وما بين وكيل وزارة الإعلام. هذا عمل للدولة. صحيح. وكيل وزارة الإعلام موظف عام. صحيح. وهو مناط في أعماله ومناط في شؤونه وفي ما يترتب عليه، لكن أن تقحم أسرته أموات تحت الأرض. نعم. وتلبس تاريخ مزيف ويطعن فيها، هذه ما يقبلها لا الله ولا رسوله وولاة الأمر ولا الشعب الكويتي اللي جبل على التآخي والمحبة والتراضي. على الهواء مباشرة أمس، ولا كنا نتمنى احنا يعني أن يحدث هذا الكلام، واتصلت تليفون فيه أنا ما رد علي، واتصلت في صاحبة القناة مرتين وأيضا ما ردت، وكنت أتمنى أن لا يكون هذا حديث. عندكم شيء مع وكيل الإعلام بصفته الشخصية، هناك قنوات رسمية في السلطة التنفيذية وفي القضاء وفي المحاكم تتعاملون فيها مع صفته الوظيفية. أما أنكم تقحمون أسرته وتخونونه وتتطاولون على أحياء وأموات وتزورون تاريخ وتقول كلام ما تعودنا عليه في دولة الكويت، كلام يعني نائب مسؤول أن يطلق والله جدي جاب كذا بحباله وما بحباله، يعني هذا مو عقل ولا زبون. صحيح. وكل اللي صار اليوم ترى مبالغ فيه، ولكن مجرد أنه شخص أو واحد بعد يمكن اللي راح كان غاضب، عبر عن غضب تجاه القناة كما هو بالأسلوب الديمقراطي والاسلوب الراقي، ولا كل حاجه، لكن تضخيم الامور ولا تستاهل الكويت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. نعم. والايه القرانيه تقول اذا جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا منه. احنا كل هذا نعرفها في الدين وفي الدنيا، ما كنا نتمنى يعني على الاطلاق. نعم. وانا بدوري من باب المسؤوليه حاولت رأب الصدع وتهدئه النفوس، وقمت اترجى واعمل في اللي الله يقدرنا فيه ان نمتص هذا الغضب. لكن الله يسامح من بدأ بالفتنة ومن اشعلها ومن تمادى فيها ومن مجد اجداده على احساب فرع من الاسرة. والاسرة معروفة لها ولي امرها ولها ربها اللي يحميها، هي بشأنها متخصصة وهي عارفة شؤونها الخاصة اللي فيما بينها، ولا حد مسموح له يتدخل فيها او يطاول عليها، ولا نبي نزايد يعني اتجاه بلدنا واتجاه اهلنا واتجاه وبعدين الحين اسمع انه انا اتهمت باني بقتل ولا بسوي من بعض الناس. نعم. انا يا طول العمر معروف دربي ومعروف سلمي، ولو بغيت الشيء دليته، وانا رجل شجاع يعني اذا اقدمت على الشيء اقوله وبالراس المرفوع بالصوت العالي، لكن هذا كله ما حدث ولا في شيء ابدا. احنا كلنا في بلد واحد. نعم. احنا نبغى نسألك عن هذا الموضوع شيخ. شيخ اذا تسمح لي، يعني هل ستلجأ مثلا الاسره اللي مثلا اسيء لها الى المحاكم ولا خلاص بس؟ لا الله يسلمك، احنا القضاء موجود. نعم. هناك قضايا ستسجل. نعم. وهناك يعني اساءة تمت موثقة في شريط. نعم. وهناك تزوير لماضي ولتاريخ، وهناك اقحام اسره لموظف عام في الدولة يتلقى تعليمات بدرجة وكيل وزارة لوكيل وزارة الإعلام بتعيينه بمرسوم أميري. وسيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تكلم في خطابات من رمضان إلى بعدها عن الفتنة وعن البغضاء وعن بس هذا كله ما نسمع، يعني نطيع الله ورسوله ولي الأمر منا. شنو الداعي احنا نجي نتطاول على عندك الشخص تعامل انت وياه بصفته بشخص بينك وبينه، اما تقحم اسره كامله فرع من اسره يعني من اسره على الصباح امام الناس وامام الملأ. ابو مالك جزاك الله بالخير طال عمرك. حياك الله. طبعا اسره المالك يعني يعني اسره كريمه، ما حد يعني يناقش في امر مثل هذا، واحنا يعني واكبر من نناقش امر مثل هذا، لانه يعني تاريخها وتاريخ شيبانها الله يرحم اللي مات ويطول بعمر الموجود، وايضا الاخوان الكل يعني احنا حقيقه
يعني ايا كان اساءه ما نقبلها من اي طرف. بس انا عندي ملاحظه يا ابو مالك، وارجو انك تقبلها من اخوك الصغير، انا اخوك دهران بالخيل. ابو مالك، وين يعني اسر وقبائل وفئات من داخل المجتمع الكويتي قاعده تنضرب طول الفترات اللي فاتت، وينكم عنها يا ابو مالك؟ احنا خلينا نتكلم بكل صراحه ابو مالك. يعني الان يعني الامر هذا مرفوض من الجميع، احنا ما نقبل اي اساءه لاي طرف، لاي فئه، لاي قبيله، لاي مجموعه، لاي عائله، غير مرفوض. مجتمعنا ما تعود على الامر هذا، لكن يفترض ان التدخل ياتي من زمان، لايا كان، لاي طرف، اي صحيفه، اي جهه، اي مؤسسه، ايا كان تسيء الفئه من فئات المجتمع مرفوضه من الجميع، احنا ما نقبلها ولا تعودنا عليها ولا عودنا شيباننا عليها. وانت خابر واخبر وتعلم الناس يا ابو مالك ان الامور مثل هذه متى ما وصلت، اذا ما تدخل فيها العقلاء والحكماء واصحاب الراي في البلد راح تزيد وتزيد وتزيد، هذه نار. متى ما زادت شراره راح تحوش الاكثر والاكثر. نعم شيخ. انا خليني بقول لك شغله، كل الكلام اللي تفضلت فيه محل ترحيب وسعه صدر. اخي العزيز، انا شخصيا وقبل قيادتي الموقره والقياده السياسيه وعلى راسها سيدي حمد صاحب السمو قال في خطاباته الواضحه بكل صراحه عن عدم التجريح. نحن لا نقبل تجريح لا لقبيله ولا لاسره ولا لفئه ولا لمجموعه ولا لتكتل ولا لافراد ولا لاشخاص وابدا. وبعدين يا اخي الفضائيات لما صارت هي والاعلام المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني كان من باب ان يكون بناء لخدمه الكويت واهل الكويت وشعب الكويت بالتآخي والتحاب والتسامح والتراضي. نحن الله يسلمك اللي كل واحد يجي يتطاول على تاريخ الاخر ويطعن فيه ويشكك في وطنيته ويشكك في ولاءه. ليش؟ انا الحين مختلف معاك انت، ليش اقحم قبيلتك او اسرتك او عائلتك بشيء يمس العظم وبجروح مغلقه افتحها، امور اكل عليها الدهر من عشرات السنين، ونحن كفلاء رجال على قدر المسؤوليه بان نكون واضحين لخدمه بلدنا واوطاننا. ترى انا اكثر واحد اعاني من هالقضايا واكثر منها في الماضي، وهالموضوع بالذات عتبت على اسكوب وعلى صاحبتها وعلى اللي يتكلم. ليش؟ شو الداعي؟ يا اخي صار لكم اسبوع تتكلمون عن وكيل الاعلام، منو جاب طاري لكم ولا كلمكم؟ اسبوع وانتم تكذبونا وتسبونا. احنا هذا صدرنا مفتوح الحريه، بس لما تتطاولون على اسرته وعلى فرعه وحتى الجميع، الموظف العام مقابل للنقد، بس ناس اموات بالقبور تحت الارض ليش تنبشها؟ ناس حريم واطفال قاعده ببيوتها ليش تجرحها تطاول عليها؟ ليش؟ هاي الديمقراطيه؟ هاي الحريه؟ هاي اهل الكويت؟ هاي ما يسوونها اطفال ولا اجاوب. شيخ انت الان حطيت يعني نقطه اللي خلاص ما ان شاء الله ما يتكرر الاعتداء ولا في شيء ان شاء الله؟ ما في اعتداء ولا كل الخير ولا كل السلام، هاي مبالغه اللي قاعد تسمعونه ويصير وكذا. واحد ترى اللي راح واحد يعني لا انا اقصد بمالك الموضوع عندك الان قالوا ان الشيخ فيصل تدخل ليضع خط فاصل على الموضوع هذا. والله يا اخي العزيز وربنا الله يشهد علي اني من امس من لما طلع لي هاللحظه وانا مرهق، لا حتى انا جيت يوم واحد من الخارج ادي واجب حتى تكون بالصوره، المفروض اسافر اليوم الصبح، لكن رأبا للصدع وسدا للذريعه ونأيا بوقار الوضع امتنعنا على ان نكون متواجدت اليوم. والحمد لله اللي انا تواجدت اليوم علشان انخى الناس واطفي الهادي وارتب الامور. وبعدين يا اخوي انا اطلب يعني اول شيء الله سبحانه وتعالى التوفيق. والكل يعرف بالكويت من هو العبد الله اخوكم اللي سخر نفسه الى خدمه. والله والنعم يا ابو مالك، مو مجامله لك والله، انت من الناس من السفراء اللي حقيقه انا يكفيني شهادتكم انتم وشهاده الاجاويد والناس اللي لا يا ابو مالك، وهو نفسه اللي تطاول. والله لو متطاول علي انا بشخصي والله ولا اتكلم، انا رجل شجاع عند الموقف. اذا لو انه جايب سيرتي انا ومعطيه اكثر من ما اتكلم، بس شريحه كامله اموات احياء اطفال اولاد تتهمهم بالخيانه وبالجبن وبقلب ماني عارف ايش. انت ويا الوكيل انت فضائيه عامه والوكيل موظف عام، صحيح هذا تلجؤون فيه. شريحه شكو القبائل شكو. نسال الله العلي القدير ان يوفق بلادنا ان شاء الله في ظل القياده الساميه لسيدي صاحب السمو وسمو العهد والحكومه الرشيده والاخوان العقلاء في المؤسسه التشريعيه، وان شاء الله يا اخي ينظرون بشكل عام الى هذا البلد الطيب الصغير المغبوط المحسود
امام الملأ بخيراته وبحريته وديمقراطيته ان ننأى من التجريح والتشتيم. صار لنا فتره طويله كلكم انتم ممتعضين، فتنه شيعه كنا بدو حضر ومدري شنو. والله كلامك صح، والله كلامك صحيح. لا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الشكر لك شيخ، الكلمه الاخيره لك. يعطيكم العافيه وانا شاكر لكم وببلغ الجميع ترى ابو مالك على العهد باقي بعطائه وبرجولته وبحياته. ونعم فيك يا ابو مالك. وهو وفرعه واسرته كلها بخدمه نجرب يا واهل الكويت والشعب الكويتي الطيب، حتى في مالنا وبنوننا واولادنا كلنا للكويت. والله فعل يا ابو مالك، والله فعل. شكرا يا شيخ. ونعم فيك يا الله يجزاك خير. ولي عمرك. لا حقيقه يعني اعتقد انه حط الصوره انت كان عندك عتب على ابو بندر. يعني على ابو بندر الحقيقه لا زال قائم في خوضه في هذه المساله، يعني في الخوض في هذا الموضوع. التنبيش في التاريخ ما كان له ضروره، يمكن وانا كنت اشاهد الرجوع للماضي وتحمس يعني كان ما كان يمكن لان نضايج على اخته على الموضوع، يعني على الاحاله. فيعني ما كان الحقيقه هذا الموضوع ينبغي ان يناقشه رجل قدير ورجل اعلامي كبير وشاعر ايضا بهذه الصورة. يقول مرة لبست الحب مرة فسختي. هذا الهوى لا تحسبين عباتك. نعم. فاحنا نتمنى انه يعني هذا النوع يعني من التناول الشخصي حقيقة ما يتم، مثل ما قال يمكن سعادة السفير فيصل الحمود المالك، انه المسألة الموظف العام كيف كنت وياه بالضبط، لكن انك تتناول قضايا خاصة واسريه. يعني بالله هذول شو يقولوا لعيالهم باكر، عيالهم الاطفال هذول شو يقولوا لهم؟ يقولوا لهم كان وما كان وتعال فسر لي وتعال فسر لي بالمدارس وبالايش والى اخره. يعني هذه ابدا ما كانت موفقه من اخينا الكبير طلال السعيد، والذي نتمنى بالفعل ونعرف انه يملك الشجاعه بانه يعني نرجو انها من القضيه يعني تتلملم بسرعه وانها تنتهي وهذا اكيد. لا انا قلت جداً يعني مرفوض جدا ايا كان اللي يرتكب هذا الاعتداء. القنوات القانونيه هي الاساس ونحن في دوله قانونيه. احنا طال عمرك لكن احيانا اصاب الناس قد تفلت بكل اسف. عندنا فاصل نبطل الباب وننزل من السياره. طال عمرك افتح هذا باب ابو علي هالصوب وهذا بابك.